تفتكر لو واحد هيتنفذ فيه حكم اعدام بكره واتعرضت عليه اخر فرصه واتقال له ان الحل قدامك، تفتكر هيشوفه؟ في عصر لويس ال 14 كان في راجل محكوم عليه بالاعدام وكان فاضل له ليله واحده، وفجاه لقى الملك داخل عليه الزنزانه بنفسه وبيقول له هديك فرصه تنجو بيها بحياتك. الزنزانه فيها مخرج واحد، لو لقيته قبل شروق الشمس هتبقى حر، ولو ما لقيتوش الحراس هيجوا الصبح ياخدوه وينفذوا فيك حكم الاعدام. الملك مشي والراجل فضل يدور في الزنزانه وما سابش سنتي الا ودور فيه لحد ما لقى حجر بيتحرك. شال الحجر فلقى تحته سلم، ومن السلم لقى سرداب، وفضل يتنقل من مكان لمكان، بس في الاخر لقى الطريق ده اخره سد، ورجع يدور تاني والوقت عمال يجري، وفضل يدور ويحاول وقضى الليله كلها بيدور ويحاول، بس في الاخر الصبح طلع ولقى الحراس جايين والملك في ظهرهم. بص له الراجل وقال له انا كنت فاكرك صادق، انا قلبت الدنيا والزنزانه ما فيهاش اي مخرج. بص له الملك بابتسامه ورد عليه وقال له انا كنت فعلا صادق، باب الزنزانه كان مفتوح. يا ابن المجنونة، ده بجد ولا ذكاء اصطناعي؟ طول عمرنا بنحب نعذب نفسنا وندور على الطريق الصعب، اوقات الحل بيبقى في ابسط حاجه، بس عشان احنا تعبنا كتير بقى صعب علينا نفهم ان السهل ممكن يكون الحل. الزنزانه عمر ما كان بابها مقفول، بس انت اللي نسيت تبص وراك. سلام.